مساء الخير عليكم. النهارده هقدم لكم اكله جديده يمكن ما شفتوهاش في اي مكان قبل كده. انا عامله قوارب البطاطس بطريقه جديده جدا، وهنبتدي وتشوفوها مع بعض. احنا هنستخدم الفلفل. انا جايبه فلفل اصفر وفلفل احمر هتشوفوه، وفلفل اخضر. دي بدايه المكونات اللي عندنا. هقطعهم تقطيع صغير جدا عشان انا محتاجاهم يكونوا صغيرين، مش محتاجه حجم. وبرضه بجيب بصلايه صغيره وبقطعها صغير، وبجيب بطاطس صغيره زي ما انتم شايفين. هستخدم 3 حاجات معايا: المعلقه والسكينه والمقوار. زي ما انتم شفتوا كده انا ببتدي بالمقوار، بحدد قطع صغيره جدا كده عشان اعرف اشيل الدواخل بتاعه البطاطسايه، اقدر اشيل القلب بتاعها كده. زي ما انتم شايفين في الفيديو طلعته، وبحاول على قد ما اقدر احفر واخلي فيه مكان عشان الحشوه تكون جواه، واحفر جامد 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 لغايه ما تكون شايفين شكلها. ايوه كده. بعد كده القلب اللي جواه ده انا مش برميه، انا بحتاجه برضو في الحشوه، هستخدمه اهو. بجيبه بس بقطعه برضو صغير زي ما قطعت الفلفل والبصل صغيرين. بعد كده بجيب الزيت وابتدي اقلي القوارب بتاعه البطاطس الصغير اللي انا عاملاها بحجم صغير، مش عاملاها حجم كبير، تبقى سهله ان انت تاخدي واحده كده مره واحده. ابتدي بقى اقليهم زي ما انتم شايفين، بحطهم في زيت غزير وبحطهم جنب بعض، افضل لغايه ما اشوف لونهم احمر ازاي وخدت اللون الذهبي زي ما انا بوريكم كده. باخد اللون الذهبي واقلبها برضو يعني علشان يبقى فيه جزء من جوه مستوي شويه. بعد كده هو باخدهم كلهم واطلعهم على ورق واسيبه يبرد. بحط في طاسه تانية زيت وانزل البصل الاول واقلب. بعد كده بحط بواقي البطاطس الصغيره اللي قطعتها قدامكم. بعد ما بقعد اقلب فيهم هم كلهم مع بعض كده يتشوحوا بس على نار وسط، مش عاليه ولا نار منخفضه. بحط الفلفل الالوان برضو عليهم واحطهم على النار ال3 مع بعض، وابتدي اقلب. نص كوبايه ميه، مش محتاجه تسويه جامده قوي، يعني تسويه بسيطه. وابتدي اقلب بالراحه وعلى مهلي. مش هحط ملح ولا فلفل دلوقتي خالص، لان في مكون سحري انا هحطه معايا. بعد كده انا معايا حاجتين تاني: معلقتين برغل مغسولين بس، حطيهم عليهم وابتدي قلبي قلبي. بعد كده ده المكون اللي بقول لكم عليه، الماجي ديت خلطة الشاورما، انا بحط منها معلقتين واقلب. وبعد كده بدوق محتاجة ملح وفلفل، انا بحط ملح وفلفل. بعد كده اسيبها تبرد وابتدي امسك بطاطسايه بطاطسايه وابتدي احشيها وارصها في الصينيه، او زي ما انتم شايفين سيرفيس كده الازاز. انا بحط برصهم كلهم مع بعض جنب بعض كده لغايه ما املى السيرفيس بتاعي او الصينيه. بعد كده بجيب كوبايه عصير طماطم، بكون ضربه طماطم عاديه، وابتدي انزل عليهم لغايه ما املاها، واحط ملح وفلفل. ما ننساش ملح وفلفل عشان البطاطس بتسحب الملح منها. بعد كده بغطيها باحكام بفويل وبحطها على الفرن لغايه ما اشعر انها تستوي، يعني اكتر من نص ساعه على نار متوسطه، او يعني تنزلي شويه السخونه. بعد كده باخد البواقي اللي عندي احط عليهم برضو شويه ميه. ليه؟ لان البرغل ما استواش. وابتدي احط برضو بقيه البطاطس اللي انا كنت سايباها برضو واقطع طماطمايه عليها واسيبهم لغايه ما يستووا كويس. ليه؟ هنشوف في الاخر. بعد ما يبتدي يتقلبوا شويه، شايفين بيغلوا ازاي، وابتدي ادوقهم الاقيهم استووا، احط ملح وفلفل عليهم. بجيب كوبايتين رز عليهم معلقه كاري، معلقه كركم، وبحط وافضل زي ما انتم شايفين كده واقلبهم. بعد ما بقلبهم بروح حاطه واحده ماجي خضار، مرقه خضروات، اي مرقه خضروات عندك، وابتدي اقلب فيها لغايه ما تفكم عليها معلقه الملح وحبه فلفل اسود برضه. وابتدي اقلب فيهم وانزل عليهم ب3 معالق زيت زي ما انتم شايفين، واقلب. وبعد كده احط الكوبايتين الميه بتوعي، واروح ضايقاهم ومطيه ومسويه الرز، وابتدي بقى اغرف. شوفوا شكل البطاطس فظيع، عايزه اقول لكم طعمها يجنن يجنن يجنن، تحفه. عجبت بصراحه كل ولادي. بجيب الرز وبرصه. شفتوا بقى الخلطه اللي احنا كانت متبقيه وسويناها، بنرصها من فوق كده عشان يبقى شكل السرفيس جميل. وابتدي بقى ارص القوارب بقى جنبيها، يا اما احطهم كده زي ما انتم شايفين على السفره. وبالف هنا وشفا، ويا ريت الفيديو يعجبكم وتابعوني.